النهارده احنا على اعتاب مباراه من مباريات القمه اللي بقينا نحب نشوفها اخر كام سنه. اخر كام سنه الاهلي كعبوا على بيراميدز، باستثناء السنه اللي فاتت. بيراميدز كان بيبقى مطرود منه والاهلي ما كانش بيعرف يكسب، بس كان بيتعادل معاه. بس حته انك تشوف بيراميدز بيكسب الاهلي دي بقالنا كتير قوي ما شفناهاش. حته ان النهارده كمان يبقى بيراميدز مطرود منه الشيبي، اهم عنصر في الفريق بتاعه، ويعتبر مش بادي السيزون بدايه حلوه، زي الاهلي برضو مش بادي السيزون بدايه حلوه. فمن مصلحه نادي الزمالك او من مصلحتنا احنا كجماهير نادي الزمالك ان الفرقتين يتعادلوا، هما الاثنين يتعادلوا مع بعض، مش ما حدش يكسب. يعني ولا بيراميدز يكسب ولا الاهلي يكسب، لان الاثنين لو حد فيهم كسب فهيبقى بيقرب منك، لان المنافسه السنه دي معروفه. اهلي زمالك بيراميدز، ممكن بيراميدز يبقى كمان لو خسر من الاهلي النهارده يبقى المنافسه بعدت شويه. لسه بدري طبعا، لسه بدري قوي، بس انت ايه، من المنظور اللي انت شايفه في اول كام ماتش ده اللي بيقول كده يعني. فمن مصلحه نادي الزمالك ان الفرقتين يتعادلوا. لو اتعادلوا مصلحه ليك انت تكسب الماتش بتاع بكره، تبقى فرقت عنهم شويه كمان. الماتش الباي بتاعك اللي انت يعني مش هتلعبه، لو الاهلي حتى كسب فيبقى برضه لسه الفرق موجود. بس اهم حاجه الاستمراريه بتاعت نادي الزمالك. استمر خلاص، ما فضل يكسب يعني خلاص تمام، انت ضمنت انك هتفضل بعيد عن النادي الاهلي بفرق بنقط. او وقعت ماتش اتنين لان ده العادي، يبقى خلاص كده الاهلي هيركب مكانه.